إذا متابعينا الكرام، كما كشفنا سابقا هناك تحالف خطير ما بين الذباب القطري والذباب الجزائري ضد المغرب. لكن قبل الشروع في الموضوع بغيت نوريكم واحد المنشور مسرب من أحد المجموعات ديال الذباب ديال حظيرة الجزائر. شوفوا متابعينا الكرام معايا هذا المنشور من أحد المجموعات ديال الذباب الجزائري. شوفوا شنو كاتبين: تنبيه عام، جميع واحد، اللغة العربية عندهم كارثة. زعما بغاو يقولوا أي واحد عنده كونت في تويتر باسم المروك يحبس النشر في هذه اللحظة، وماذا بكم ديروا ديزاكتيفي بشكل مؤقت، لأنه خرج تحديث جديد في تويتر يخليك تعرف لوكاليزاسيون تاع أي كونت، يعني تعرف أي حساب من أي هو كاين. قال لك اودي والمراركه راهم بارطاجاو بعض الحسابات اللي كانت تحمل او كانت باسماء مروكيه بصح هي جزائريه في الاصل. ايام ما نعطيهمش فرصه يخسروا لنا كاع الخطه. ماشي خسرت لكم الخطه، خسرت لكم الخطه وحنا كنسين كنفضحوكم من قلب المجموعات ديالكم. زيد يا سيدي. قال لك بارطاجي والمنشور الماكسيمو والادمين ماذا بك تحجب ستاتي تاع على الخارجه ودي فات الفوت، فات الفوت. خرج المنشور ديالكم وخرج البيان ديالكم وخرج كل شيء. زيدكم انا متابعينا الكرام، شوفوا معايا هذا واحد الحساب كانوا دايرينه باسم ناصر بوريطه في تويتر، وكنا دائما نحذر من هذا الحساب على انه حساب جزائري، واتضح فعلا على انه حساب جزائري. انتم كتشوفوها اتضح فعلا على انه حساب جزائري. دايرين حساب باسم ناصر بوريطه وتم انشاؤه من طرف الذباب ديال حظيره الجزائر. الفضح الفضح، الفضح الفضح لكل الحسابات الذبابيه، سواء ديال الذباب ديال حضاره الجزائر ولا الذباب ديال قطر كذلك. وهنا مربط الفرس اللي بغينا نتحدثوا فيه في هذا الموضوع. لماذا تقوم قطر بالتحالف مع نظام حضاره الجزائر ضد المغرب؟ والله العظيم انا عيد نقلب على مبررات لهذا التحالف، عيد نقلب على مبررات ديال انشاء ذباب قطري للهجوم على المغرب، ما لقيت صراحه اي عذر. واش ادينا قطر؟ ما عمرنا ما ادينا قطر. واش تهجمنا على قطر؟ ما عمرنا ما تهجمنا على قطر. واش درنا شي حاجه ضد قطر؟ ما عمرنا ما درنا شي حاجه ضد قطر. اذا لماذا قطر تتهجم على المغرب وتتحالف مع نظام حضاره الجزائر في مواقع التواصل الاجتماعي ضد المغرب؟ هذا سؤال لا بد له من اجابه، واتمنى من الدبلوماسيه المغربيه على انها تتخذ الاجراءات اللازمه ضد قطر، لان ما يحدث، ما تقوم به قطر وما يقوم به الذباب القطري قد فات الحدود، قد فاق الحدود. كل الحسابات اللي كتهاجم المغرب كتلقاها يا اما من قطر يا اما من زريبه الجزائر، يا اما من قطر يا اما من زريبه الجزائر. والاكثر من ذلك هناك ذباب قطري داخل المغرب، هناك من يدعم قطر داخل المغرب، وهم ذاتهم اللي كيدعموا ايران. وراكم عارفين ايران شنو كدير ضد المغرب. وهم ذاتهم اللي كنخرجوا حنا، فاش كنخرجوا حنا كنتكلموا على المصالح ديال المغرب وكنتكلموا على الاولويات ديال المغرب والدبلوماسيه المغربيه والمصالح ديالو وما الى ذلك، كيخرجوا يهاجمونا وكيقولوا لنا احنا صهاينه وحنا خدامين مع الموساد وخدامين. دائما 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 حينما نخرج وندافع عن المصالح ديال المغرب كتلقى هذه الحسابات هادو وهذا الذباب هادو وهاد عبيد قطر خارجين يهاجمونا، خارجين يهاجمونا وكيسمونا باننا حنا زعما اللي الذباب ماشي هما. فاتضح اليوم على انه هما اللي كانوا ذباب، وهما اللي كانوا حسابات مزيفه ومزوره ومفبركه، ومنهم من يخرج باسمه ليدافع عن قطر. وهذه مسألة جد 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 خطيرة لابد أن ننتبه لها، ولا بد متابعينا الكرام من أن نقود حملة مضادة. وإحنا أطلقنا هاشتاج عملاء الجزائر، وقريبا سوف نضيف هاشتاج جديد متعلق بقطر. فبالتالي متابعينا الكرام ما يحدث هي السابقة، ونشكر صراحة إيلون ماسك، والله العظيم دار فينا واحد الخير كبير، يكشف لنا يعني الأماكن من أين أنشئت هذه الحسابات ومن أين تدار هذه الحسابات، من أين أنشئت ومن أين تدار. هذه راه مسألة جد خطيرة متابعينا الكرام، لا بد من أن ننتبه لها. إذن أنتم كتشوفوا في المجموعات ديالهم شنو كيقولوا، وكذلك في الفيديو السابق راه كشفنا العديد والعديد والعديد من الحسابات، من بينها جينيراسيون زد، من بينها جينيراسيون زد. الحساب عنده بجوج ديال الحسابات في تويتر، واحد يدار من كندا وواحد يدار من الجزائر. كندا راكم عارفين شكون كاين في كندا، النصابه والمبتزين والمرتزقه والمجرمين والخونه وزيدوا زيدوا زيدوا.
هذه المساله تكلمنا عليها في الفيديو السابق، مع العلم اننا كنا كنحذروا من هذا الشيء شحال هذه. والذباب ديال قطر كذلك حاول حتى هو يأجج المساله ديال جينيراسيون زد. وما زلنا نتساءل شنو درنا لقطر باش انها تحقد علينا لهذه الدرجه هذه؟ شنو درنا لهم مثلا؟ ما فهمتش. واستعدينا عليهم، دخلنا معاهم في حار؟ ما بالعكس، 2017 نهار قطعوهم شكون اللي يعتقهم؟ ماشي المغرب. نهار قطعوا عليهم الماكله ما كانتش كتدخل لقطر، شكون اللي دخل لهم الماكله وصيفط لهم مساعدات؟ ماشي المغرب، في شهر رمضان. في شهر رمضان. وشوفوا كيفاش كيردوا لينا الجميع. علاش ديما كنقول لكم متابعينا الكرام، والله العظيم هادو ما كتصلح معهم العاطفه، اقسم بالله علي العظيم. يجب ان نهتم بمصالحنا اولا. وقطر مؤخرا رتبوا لها العديد من الفضائح فيما يسمى بقطر جيت، من بينها ان قطر كانت كتعطي الفلوس لنتنياهو لكي يجمل الصوره ديال قطر داخل اسرائيل وفي الولايات المتحده الامريكيه. وكذلك قطر كانت تحاول ان تسود الوجه ديال مصر فديك المساله ديال الوساطه اللي كانوا كيديروها ما بين اسرائيل وحماس. كانت قطر تقود حمله في ذات الوقت، تقود حمله ضد مصر باش الوساطات تبان فيها قطر وما تبانش فيها مصر. شوفوا هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا. لذلك يجب ان نبتعد عن العاطفه، ويجب ان نهتم بمصالحنا الاستراتيجيه، ويجب كذلك ان نعمل يدا في يد من اجل ان نتصدى لهذا الذباب، لهذه الحسابات المخابراتيه اللي صارفين عليه زباله الفلوس باش انهم يشوهوا الحقائق، وباش انهم يديروا الحملات في مواقع التواصل، وباش انهم يديروا ويديروا ويديروا ويديروا. وداك جينيراسيون الزبان راه كانت من بين هذه الحملات هذه، وراه بانوا دابا الان بانوا بان الحسابات ديالهم راه شوفوا انتم شوفوا معايا انتم احد الحسابات ديالهم من الجزائر، من الجزائر يا جدك. كلشي تفضح دابا، كلشي تفضح وكلشي يبان. ونحن لهم بالمرصاد بطبيعة الحال، وسنتصدى لكل هذا وسنواصل فضح كل هذا، لأن هادو راه عيقوا لأبعد الحدود. وهذه الفرصة لكي نضع حدا لهذا التخربيق ولهذا الذباب، ولكي نقضي على هذا الذباب. نبداو من تويتر، من منصات اكس، ونمشيو لباقي المنصات الاخرى. هادشي اللي كاين متابعين الكرام فيما يتعلق بهذا الموضوع. خلوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم. لا غالب الا الله. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها.